كابتن محمد أبو تريكة، قلنا في بداية الاستوديو أنه مواجهة الكونغو هو الاختبار الحقيقي للمنتخب المغربي. هل من ملاحظات الآن خصوصا على هذا الشوط الثاني؟ ان الملاحظات اللي احنا بنقولها اللي دايما يعمل في الظروف دي مين؟ والمناخ والجو والرطوبه، التغييرات. تغييرات الكونغو كانت افضل للكونغو، عشان كده هم اتحسنوا. التغييرات اللي احنا طالبنا بيها للمنتخب المغربي ما قدمتش الحاجه المتوقعه منه. ففي الظروف دي تلعب 70 دقيقه كويس، تيجي التغييرات تغيرك. الكونغو ايه اللي غيره وخلاها اسرع وخلاها اخطر؟ هو التغييرات. الهدف اللي قدامنا البدلاء هم اللي سجلوا. مين الهدف اللي عمله؟ إيليا ناحيه اليمين وسيلاس المهاجم اللي سجل. ايه اللي اختلف الشوط الثاني عن الشوط الاول بالنسبه للمغرب؟ انتوا سبتوا شيبو لوحده، شيبي سبتوه لوحده. شيء سايبني انا لوحدي. شيبي سبتوه وحده ناحيه الشمال، ما سندتهوش المسانده، ولا سايس وراه ولا عبد الصمد الزلزولي قدامه، فكشفتوه. هو نوعا ما في التمركز هي مش عدلته، هو ما بيلعبش ظهير ايسر، صحيح، هو ناحيه اليمين، فلازم ما تبقى نقاط ضعفه في التمركز تحموه. لا، انتوا كشفتوه. الجول جه كده، الجول تمركزه سيء في المساحه اللي وراه. إيليا ناحيه اليمين شاف دي سبر ان هو نوعا ما سريع، فيلعب الكره من وراه، وبعد كده تيجي المسانده من الناحيه الهجوميه. حتى اذا لاحظنا الهدف كان هناك فراغ في وسط الميدان الدفاعي. اتاخروا شويه الادوار بتاع الدفاعيه، سابوا مرابط لوحده. لكن قدم مباراه كبيره اليوم. مرابط ايوه صح. برايكم ما احسن لاعب؟ في انتظار ان نعرف المعلومه من الشباب. انا اشوف اكرد او مرابط، ولكن اكيد حيعطوها الحكيم لانه بحكم انه سجل هدف حتى هو قدم مباراه كبيره. بالترتيب اكرد بالترتيب بالنسبه لي: حكيمي، نايف، مرابط. ثلاثة، وربما تمنح لحكيمي باعتبار أنه سجل الهدف الوحيد للمنتخب المغربي. هذه فودي. كابتن محمد تريكة، استمعت لما قاله رومان سايس، تحدث أول شيء عن حالة الطقس، عن إقامة مباريات في هذا التوقيت وربما صحة اللاعبين، واعترف أن المنتخب المغربي لم يكن على قدر التطلعات على الأقل في الشوط الثاني. بس كويس أنت ما خسرتش، وأنت مش كويس قوي بس ما خسرتش. بنسبة كبيرة أنت ضامن التأهل للدور القادم، ولعله خير، لان ممكن في 6 نقاط تفكر ان انت الامور خلصت وتخرج اللعيبه من فورمه البطولات، حاجه مهمه قوي بيقع فيها معظم المنتخبات. لكن كذلك تعطي فرصه لمن لم يلعبوا للدخول في الجو، اراحه الاساسيين. هجيلك يا امين للنقطه دي. الفاصل ما بين المباراه الاخيره ودور ال16، المباراه الثانيه والدور ال16 10 ايام. 10 ايام. فالمباراه الثالثه في بعض المدربين اللي يكسب اول مباراتين 6 نقاط يقول لك اريح معظم الاساسيين ولاعب اللي ما شاركش حاسب، لان في جو البطوله وفورمه البطوله وتشكيله الاساسيه بتاعتك. انا مع اللي معاه انذار تريحه في المباراه الثانيه لو خدت ال6 نقاط، فلعل وعسى التعادل ده يخليك بتركيزك وما تخرج بره فورمه البطوله وفورمه اللعيبه الاساسيه. أنا معاك إن الجو صعب والظروف صعبة. إيه اللي حصل؟ التراجع البدني ده محتاج تنظيم أكتر. الخطوط بتاعتك تبقى متقاربة أكتر، وده ما حصلش الشوط الثاني. 3 خطوط بتوع المنتخب المغرب بعاد عن بعض، وخاصة وسط الملعب بعاد عن خط الدفاع. الزلزولي بعيد عن شيبي، المساحة دي استغلوها كويس. فعالج أخطائك، والمباراة الثالثة تكسبها توصل بنسبة كبيرة متصدر. خلي بالك لما تصدر هذه المجموعة الطريق بتاعه في الادوار اللي جايه اسهل، وهيديله يومين زياده في الراحه، فتسهل مأموريتك. مباراه الله الامكانيات والجوده والخبرات اللي تخليكم تكسبوا الزامبيا. ما المطلوب من المدرب، جهاز طبي، من اللاعبين ايضا في هذه الايام غير الراحه، استفاده من دروس، اعاده متابعه هذه المباراه؟ المركزين اللي عليهم كلام الباك الشمال واحيانا المهاجم. هو عنده ثقه في النصير فهيلاعب. الباك شمال محتاجه شويه، ممكن عطيه الله في الجاهزيه ممكن يبقى له دور. غير كده الامور مميزه. دفاعيا عنده 4 مدافعين، او ربما مزراوي ممكن ان يعود في المباراه الثالثه. انا خليه ما اخدش ريسك معاه في الماتش الثالث، خليه اديله وقت. مين الاجهز؟ عطيه الله ناحيه الشمال ممكن اضافه بالنسبه له. الامور غير كده دفاعيا في اخطاء، انما هم منظمين من الناحيه الدفاعيه معظم الوقت. خلي بالك يا امين على الورق الكونغو اصعب من زامبيا. الكونغو اصعب من زامبيا، اقوى، اسرع، اكثر تنظيما. زامبيا لا، مختلفه. على الورق ده انتوا عديتوا الصعب، عديتوا الصعب بال4 نقاط. ديروا المباراه الثالثه صح
مع الحسم قدام المرمى، قلل اخطائك من الناحيه الدفاعيه، ان شاء الله الامور في الصداره بالنسبه للمنتخب المغربي، والادوار القادمه هتبقى افضل بالنسبه للمنتخب المغربي. بدنيا كانوا افضل، الثنائيات فازوا في كل الثنائيات، احنا دخلنا معاهم في نفس النسق او السياق، وهي دائما التدخلات، وبعض الاحيان كانت ضيعنا الكره بشكل كثير، وكنا دائما نريد الذهاب الى الامام. في لحظه كنا احنا متفوقين تقريبا نصف ساعه الاولى من الشوط الثاني، كان المفروض نكون اكثر هدوء. اهم شيء احنا نعرف ان الجو لا يساعد، الرطوبه والحراره، نمسك الكره اقل شيء، نمسك الكره، نمشي الكره. احنا لا، ما عندناش هذا الوقت التوقيت ان نمسك الكره ونقتل الايقاع وننزل الايقاع، لانهم كانوا في وقت من الاوقات مسيطرين ويريدون تسجيل التعادل. لا، احنا بدينا نلعب معهم نفس الشيء، نريد الذهاب الى الامام، كنا دائما نخسر الكره ثم تعود علينا الهجمه. لكن كما قلت هي فيها اشياء كثيره نتعلم منها. اهم شيء كما قلت الحمد لله انه ربحنا نقطه، اننا عندنا 4 نقاط في ظروف صعبه. دخول بعض اللاعبين يمكن حتى ما تاثروا اكثر بعض الظروف، خصوصا الخنوس مع الزلزال لم نشاهد بشكل اكثر. يمكن العدلي كان هو واللاعب حارس كانوا افضل نسبيا من اللاعبين اللي دخلوا، لكن كما قلت هذه الاشياء يجب نتعلموا منها اكثر، وهي عدم ضياع الفرص. عندما تاتينا نصف فرصه لازم نسجل منها هدف. سيلاس كاتومبا الذي سجل الهدف الثاني او الهدف تعادل للمنتخب الكونغولي، ونتابعه على الصوره. المهم احنا اعطينا الاختيار بس هذا ما لعبش الماتش كامل، لم يلعب المباراه كامله، لعب تقريبا الشوط الثاني صح وسجل، لكن المفروض تعطى للاعب تقريبا لعب على الاقل لعب 90 دقيقه. لكن عموما اختيارات. طيب، كان من المفروض المغرب بلاعبيه بامكانياته بترشيحات الكثيرين له ان يقوم على الاقل برده فعل بعد تسجيل الهدف، لم نشاهده. الظروف هذه صعبه امين، يعني ظرف المغرب يتاثر كثير، يتاثر بالرطوبه اكثر، لانه الرطوبه يمكن الحراره لا، لكن الرطوبه لما تكون الرطوبه شاهدنا العديد من اللاعبين تقريبا لعبوا 50% فقط من امكانياتهم. شفت زياد، شفنا كذلك أناحي، شفنا العديد من اللاعبين، النصيري كذلك، العديد من اللاعبين. لكن كما قلت ثم دائما احنا عندنا ثقه كبيره في اللاعبين في الفريق. هي نقطه جيده بالنسبه لي انا، النقطه ليست بالسيئه في ظل الظروف وفي ظل لكن الانتصار كان ليكون افضل حفاظا على الثقه، على معنويات رابع العالم. الانتصار كان يكون افضل لو خلقنا فرص وضيعنا فرص اكثر، لكن ما ننساش انهم اضاعوا فرص اكثر منا في الشوط الثاني، كانت تقريبا 3-4 فرص كان يمكن نسجلوا، وضيع ضربه جزاء. يعني في المباراه نشوف انا على الفرص اللي ضيعنا والفرص اللي ضيعها في منتخب الكونغو، وفي الظروف هذه اظن انها نقطه جد ايجابيه، نقطه ايجابيه للمنتخب المغربي في انتظار الجوله الثالثه، ومباراه ستكون ايضا مهمه وحاسمه امام المنتخب الزامبي. كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراه الثالثه التي ستجمعه في توقيت افضل بطبيعه الحال امام المنتخب الزامبي.